السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أحلى الأكلات في مطبخ حرونو. أتمنى ربي دايما تكونوا بخير، وأتمنى ربي فيديوهاتنا تكون بتعجبكم. برحب بالمشتركين الجداد والمشتركين القدام على راسي طبعا من فوق، وأتمنى ربي فيديوهاتنا تكون بتعجبكم. احنا النهاردة بإذن الله هنسمي الله ونبدأ معانا المخروطة الفلاحي المصري أو القادوسية، زي ما بعض البلاد العربية بتسميها، بطريقة سهلة جدا وبسيطة. بنشتريها طبعا غالية جدا من بره، هنعملها في البيت. خليكي معايا، خطوات سهلة جدا عشان تطلع النتيجة زي كده وأحسن 100 مرة من ما تشتريها من بره. شايفين؟ بسم الله ولا قوة إلا بالله. شايفين قد ايه هي العجينة مظبوطة والقوام بتاعها مظبوط والتسوية ان شاء الله مع بعض. خليكم معانا، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوناش في اللايك وتشير الفيديو عشان يوصل للبنات كلها والناس كلها تستفاد، واحنا كلنا بنستفاد من بعض. ما اطولش عليكم، هنبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا انا عن نفسي عاملة كيلو من الدقيق. لو هتعملي نص انت مش هتحتاجي خالص حاجة في المكونات. مش المكونات مش صعب. المكونات دقيق ومية وملح وشوية سكر. يعني كيلو من الدقيق هتحط له معلقة سكر ونص معلقة ملح. هتعملي نص كيلو، هتحطي برضو رشة ملح ورشة سكر والدقيق والمية. بقى تخلي المية جنبك، تعجني بقى شوية بشوية كده علشان العجينة ما تكترش منك والمقادير تبوظ. تمام؟ هي مش ما فيهاش مقادير ياما ولا حاجة، هي ما بتاخدش أي حاجة، مية عادية خالص. ونبدأ نعجن ونقلب المكونات كلها مع بعض ونعجن زي ما احنا متعودين مع بعض. نبدأ بقى كده نقلب العجينة مع بعض ونعجن. طبعا العجينه أبدأ أخلط في العجينة بتاعه لحد ما المخروطه العجينة بتبقى القوام يابسه شويه، بتاعها مش بتبقى يبقى طريه. عجينه المخروطه العجينة بتبقى يابسه بتاعت شويه المخروطة عشان بتبقى يابسة، تمشي معانا في المكنه مش وما بتبقى تتقطعش. طرية. تمام؟ طبعا هتني أعجن. أنا عاملة كمية لحد ما القوام بتاع العجينة يبقى يابس. هتني أعجن فيها لحد ما القوام بتاعها يبقى متماسك كده وجميلة كده معايا. هبدأ بقى طبعا أكورها كور صغيرة جدا قد الليمونة الصغيرة، عشان احنا هنعملها في المكنة. بحيث ان لو انت كبرت القطعة هتشد معاكي طويلة جدا ومش هتتحكمي فيها. فهي لما تكون القطعة صغيرة. تمام؟ دلوقتي معانا المكنة بتاعتنا، احنا ظابطينها على اول مرحلة على 3. هبدأ بقى ان انا اعملها على 3 الاول. اعمله صغير كده، وبعدين ابدأ زي ما احنا شايفين حضراتكم كده، وبعدين ابقى اعمله على نمرة 9 او 8 يطلع معانا بالطريقة دي كده. تمام؟ 8 أو 9 دي درجة مظبوطة. طلع معانا الرقعة بتاعت المخروطة رقيقة جدا وجميلة. شايفين ما شاء الله القوام بتاعها؟ المفروض يبقى كده عشان لما نيجي نخرطها تبقى القوام بتاعها حلو. تمام؟ دلوقتي انت لو عندك مكان على السطح او انت قريب من السطح هتطلعي تعمليها، بس مش هتسيبيها تنشف، يا دوبك بس تحطيها في الشمس دقيقتين وتشيليها. اما انا ما عنديش مكان فوق عالية جدا، فانا نشرت قماش نضيف على الركنة وفرشتها وشغلت المروحة لان الجو كان برد. تمام؟ هسيبها بقى تحت المروحة كده 10 دقايق ربع ساعة لحد ما تشفشف معايا، مش هسيبها تنشف. المخروطة ما بتنشفش قوي يا جماعة زي المسروطة اللي احنا عملناها قبل كده. المخروطة يا دوبك. دلوقتي المخروطة بتاعتنا نشفت معانا، نبدأ بقى نخرطها بالمكنة بنفس الطريقة كده. شايفين ما شاء الله؟ دي صورة، بس المكنة انا ما كنتش مالكة اصورها لان كانت ايد واحدة اللي شغالة. تمام؟ هي بقى معانا بالمنظر الجميل ده. شايفين؟ بسم الله. دي المرحلة بتاعت العجين بتاع المخروطة. شايفين؟ شايفين القوام؟ تحفة والله، جميل جدا ومش هياخد منك اي وقت ولا مجهود لو عندك عزومة اي حاجة. دلوقتي بقى معانا مرحلة التسوية. المصفى بتاعتنا بتاعت البخار، عارفين حضراتكم؟ احنا هنحطها على البخار. دي المصفى بتاعتي طبعا. كانت فرقعت مني مرة، بس انا اتصرفت وحطيت حلة تانية تحتها وحطيت عجينة كده حواليها عشان ما تنفسش البخار. معايا قماشة نضيفة او قماشة شاش او فانيلا كوتونيل، فحطيتها في المصفى وبدأت تبوخ او تطلع بخار كده من المصفى.
ابدا احط العجينه بتاعتي بالمنظر ده، افردها ما احطهاش كوم. لو حطيتيها كوم هتبقى كتله معاكي واحده، تستوي كتله واحده. طبعا هنفرطها كده في المصفى بتاعتنا بالطريقه الجميله ديت. طبعا المخروطه ديت عايزه تكوني مصحصحه وانت بتعمليها عشان ما تعجنش منك وتقطع. تمام. هسيبها بقى، مش هحطها كلها مرة واحدة. كل ما اعمل الحبة احطهم يطلعوا بخار ويستووا، احط المجموعة اللي بعدها لحد ما اخلص الكمية كلها. شايفين ما شاء الله، لحد ما تستوي كده معانا هبدأ اخرجها من اللي شايفين هي بتبخر، هي البخار طالع اهوت، بدأت تاخد في السوا معانا. طبعا هطلعها بقى من المصفى، اشيلها بشويش كده لانها بتبقى سخنة. احطها بقى على طبق واسع او صينية كبيرة، وابدأ بقى ان انا ازودها لبن او شوربة على لبن. تمام. يعني اردتها مع بعضها كده وارجع احطها في المصفى تاني لحد ما تستوي معانا وتبقى بالشكل الجميل اللي حضراتكم هتشوفوه دلوقتي. شايفين ما شاء الله، خلاص هي كده جميلة جدا معانا. زي ما قلت لحضراتكم هنزودها لبن او شوربة على لبن، واحطها في المصفى تاني تبخر شوية، وارجع بقى احطها بالتقديم. احط لها سكر، احط لها سمنة زي ما انت حابة. طريقة جميلة جدا وسهلة ان شاء الله. ان شاء الله لو اول مرة هتعمليها هتبقى سهلة جدا وجميلة معاكم. اتمنى الفيديو بتاعنا النهاردة يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوناش في اللايك واشتراك في القناة.